جئنا لنصطحب معنا ميارا. عذر أقبح من ذنب. هل جئتم لاصطحاب ميارا في هذا الليل؟ ألا تعرفون أن الدخول إلى القصر في مثل هذا الوقت ممنوع؟ وأن التجسس على الآخرين سلوك قبيح؟ نعتذر يا سيدي. هوتوهوري، سامحهم هذه المرة. لا بأس، ولكن عليك أن تتذكري يا ميارا أني قصدت كل كلمة كنت أقولها لك قبل قليل. أنت فتاة متميزة، وربما تكونين الأمثل في المستقبل لتصير إمبراطورة البلاد. الإمبراطورة؟ نعم، الإمبراطورة. فالسوزاكو ربما تكون الأصلح لمثل هذه المهمة، صدقيني. وقولي لأصدقائك إنهم ربما يعاقبون بالحرمان من قوة السوزاكو. لا تنسي ما قلته لك الآن. لا أكاد أصدق. هل أنا في حلم داخل عالم الخيال أيضا؟ لم يغمض لي جفن طوال الليل. كنت أفكر في كلام هوتوهوري، كيف سأصير إمبراطورة البلاد؟ وكما قالت لي نوريكو، لم آتي إلى القصر إلا البارحة العصر، ولكن ما بال غرة اليوم؟ لم أرى تاماهومي حتى الآن، لعله متضايق من ليلة الأمس. عفوا سيدي. مرحبا. مرحبا. يقول لي مرحبا ويتابع طريقه. إلى أين يا تاما؟ يجب أن أذهب وأكسب الرزق، لدي أعمال تنتظرني. فورائي جياع. انتظر، ماذا تقصد؟ لا عليك، فأنا لا أهمك أبدا. انشغلي بأعمالك وسأعود إن أنهيت أعمالي. تاماهومي. تترك عادتك باستقطاب اهتمام الجميع. كيف تجرؤين على أن تكوني إمبراطورة بينما أبقى أراوح في مكاني؟ سأتنازل لك عن المهمة. ها هو تاما انتظرني. يا للخيبة، لم أنجح هذه المرة. كدت أكسب صداقتها. قلت لك انتظرني. ولكن لماذا كان تاماهومي يعاملني بهذا الجفاء؟ لم يعلق على حوادث الليلة الماضية. سأعيد المحاولة مع نوريكو، علي أن أفهم كيف تفكر. سأتبعهما. من يشتري مني هذا؟ سأبيعه لكل من يدفع. أنت واحدة يا رجل. عجيب أمر نوريكو، أراها غيورة متسلطة، ولكن أشعر أن في داخلها طيبة كبيرة. مسكينة، تخاف على طفلها الصغير أن يضيع أو يهرب منها. إنها خلفنا، تظن أننا لم نلاحظ وجودها. دعيها تظن ذلك. أما أنا فلم أرها، وأنت؟ أيها السادة والسيدات، أرجو الانتباه. مرحبا. هل سمعتم بفتاة السوزاكو التي أتت من عالم آخر؟ ماذا بها؟ تام تتام تتام تتام. يا شباب، جرب حظك، تعال اقترب. انظر ماذا عندي. هلموا. ادفع أكثر تأخذ أكثر، ادفع أكثر يا شباب. قربوا وانظر ماذا عندي. عربي، تركي، روسي، هندي. اقتربوا وانظروا إلى هذا الطرف. مجموعة من البضائع النفيسة. تعالوا. وماذا لديك من أغراض؟ ما الذي معه يا ترى؟ انظروا. هذا من أجل عيد. هذا غريب حقا. ليرة ذهبية ثمن كل واحدة. الآن فهمت. لم أكن عند تاماهومي إلا صفقة تجارية يكسب منها. لم تجدونها في الأماكن البعيدة. جرب يا حباب. هي، انتظر، كلامك غير صحيح. سمعنا أن السوزاكو تعيش في القصر، ولا يمكن لأحد أن يراها. ماذا تقصد أيها الرجل؟ هل تتهمون بالاحتيال؟ إيه، على المدعي أن قربوا يظهر وجربوا. البينة. ماذا تنتظرون؟ لعله يكذب علينا. قرب يا حباب. فاجئ زوجتك بهدية عند فتحها للباب. امسكوني قبل أن أضربه. حقيقة أنه يستحق الضرب. تمهلوا يا جماعة، ما قاله هذا الشاب صحيح. الأشياء التي يحملها هي لي، وقد أعطيته إياها. ميارا؟ لحظة. اسمعوني، لا نريد فوضى. قفوا بانتظام صفا واحدا لتحصلوا على توقيع تذكاري. التوقيع بليرة ذهبية. ومن عينك وكيلا عني.
تذكرت، إنه الشاب الذي رأيته مع السوزاكو. خبر جيد. إيه. نجحنا في الإفلات منهم، نحن بأمان. ما رأيك؟ أجل، لكن لما فعلت ذلك؟ لأن... هل أزعجك تصرفي هذا أمامهم؟ ماذا تقصدين يا ميارا؟ أقصد لم أضايقك في شيء. نعتذر للتدخل، ولكن نريد الحديث معك قليلا. ماذا تريد؟ عليك أن تدفع، لأنك دخلت في منطقتنا. وهل هذه المنطقة خاصة بكم؟ ليس معي نقود. إذا فلنأخذها رهينة حتى تحضر النقود. هذه الفتاة ستبقى عندي. أجل. دعها وشأنها أيها السيد. لا تحاول الاعتراف، فاستخدام العضلات لن يفيدك. أنت دخلت ساحتي وعليك إطاعة أمري، وإلا فلن تبقى بخير. هيا يا صغيري، أحضر النقود واستعد هذه الصغيرة. سمعت أن هذه الفتاة هي نفسها فتاة السوزاكو يا سيدي. يا لذكائك، ما هذا الخبر الرائع؟ ستصير من الأثرياء أيها الصغير. ما رأيك أن تترك لنا هذه الفتاة مقابل 30 قطعة؟ هذان المسكينان خرجا من ورطة ووقعا في ورطة أكبر منها. 30 ليرة من الذهب؟ ضعها في جيبك يا هذا. أقبل ب40. ماذا؟ 35. 40. بل 35 أيها الطماع. بل إنها تستحق 40 أيها النشال. لماذا يا تامهومي؟ هل أعجبك السير يا صغيرة؟ بل طفح الكيل كثيرا. يقال على نفسها جنت براقش. هيا يا رجال، هجموا عليه. يا للخيبة. خذ. قبل أن تسيئي الظن بي، تذكري أن هناك أشياء لا يمكن بيعها مقابل كنوز الدنيا. أشم رائحة معركة أخرى. هيا لنذهب. ابتعد! ألم تعلم أن التجارة في منطقتهم ممنوعة؟ هل تظنهم سيدعونك وشأنك بعد الآن؟ كدت تموت من أجلي بسبب لا مبالاتك. انظر إلى وجهك كيف صار كالخريطة. هيا بنا. رد علي! يبدو أن أمري لا يهمك، صحيح؟ لماذا لا يهمني أمرك؟ ما الذي فعلته؟ رفضت استبدال الحرس بك. رفضت أن تستغني عن خدماتي. حسنا، ربما يكون استغناؤك مؤقتا، ولكن في كل الأحوال شكرا جزيلا لعطفك. شكرا. لم أقصد. كان تامهومي قاسيا. لم تتحمل السوزاكو فانهارت فاقدة الوعي. لا يا ميارا، استيقظي أرجوك يا ميارا، أجيبيني. هل تخيلت مرة أن تتعرض لحادث يغير حياتك ويغير زمانك ومكانك؟ ترى كيف ستبدأ من جديد مع هذه الأشياء المتغيرة؟ جهد كبير وإرادة صلبة من أجل أن تنبت زهرة صغيرة للحياة. تذكري يا ميارا أن نهاية الغصن الصغير هي بداية حياة زهرة. بداية زهرة، حلقتنا القادمة.